حنا ما عندناش المشكل. شوف في كره القدم ما تيخصناش نبقاو نربيو الكبده على شي لاعب ولا على مدرب ولا كما بغى يكون. عموته ما كانش متواجد هذه عامين والوداد راه فاز وربح ووصل للدومي فينال وصل. شنو هو المشكل؟ انا كاين ما كاينش لاعب، كاين ما كاينش ماشي مشكل. اللاعبين اللي هما موجودين واللي كيبديو واحد الرغبه واحد العزيمه دكور، هذوك هما اللي تيخصنا نعتمدوا عليهم. يعني بغض النظر جبور قام بموسم رائع مع الفريق، هنيئا له، كان هو الهداف صراحه، ساعد بشكل كبير. تيخصنا يعني نسلموا عليه ونحييه ونتمنوا له مستقبل يعني كبير. والحمد لله اللاعبين يعني الاجانب موجودين، وكيف ما تفضلتي وقلتي قبل قليل انه اليوم البركه في اللاعبين المحليين اللي صراحه شرفونا وحمروا الوجه ديالنا وفرحوا المغاربه كلهم. كان من الممكن انه فاب يعني يساعد الفريق ديالو اللي عاش معه واحد المده كبيره. فابريس كان ممكن يتواجد بدون شروط، كان ممكن يساعدوا الفريق ديالهم. علاش؟ لانه عاشوا واحد الفتره كبيره مع هذا الجمهور هذا اللي كان كيصفق عليهم دائما، مع اللاعبين اللي اصبحوا تيبقاو اخوان. لان حنا كنعرفوا انه اللاعبين هذيك المعيشه اللي كيعيشوا في التدريب والتربص وداك الشيء تيولي عندك يمكن لاعب اقرب منك من الاخ ديالك اللي ما كتشوفوش واللي واحد عنده التزامات وبعيد عليك في شي مدينه ولا شي حاجه. انا كنت كنقول على انه من ناحيه يعني العاطفيه، من ناحيه هذه كان ممكن هاد اللاعبين يساعدوا الفريق، وفي التاريخ ديال 8 راه يمشيو اي يعني كيف ما بغات تكون الظروف. بالنسبه يعني للمستقبل ديالي انا دائما متواجد مع الوداد. انا متواجد يعني هذه من فتره حسبنا حنا الامر انا والسي سعيد الناصري.